لكل الأصدقاء، اليوم فلوق جينا أنا ومصطفى على مدينة الألعاب النفخ اللي بنسميها النطاطات. بتمنى الكل يشترك بقناتي اليوتيوب، يفعل زر الجرس ويدعم لي القناة بالتعليقات واللايكات. هاي الأجواء حماسية اليوم عند مصطفى. هاي مصطفى اليوم مبسوط. اليوم فرحته ما بيعطيها لحدا مصطفى. اليوم حظ مصطفى مع كل أسف، يعني جبناه بهالوقت لأن الحديقة بدها تسكر إلها موعد، وحظه غيم وبلش ينزل مطر بسيط، مع إنه الأجواء كتير حلوة ولطيفة. الجو دافي بس مطر شوي يعني على الخفيف، والغيم كل ماله عم بغمق أكتر. طبعا هالحديقة الألعاب متكونة يعني من شغلة 10 لعبات. هاي وحدة، تنتين هديك الخضراء، البنية 3، الجنبة المربعة 4، 5، 6، وهي 7، وهي 8، والتنين 9، وهديك الصفراء 10. 10 ألعاب بالضبط. طبعا عم بياخدوا على كل شخص 10 يورو، كان كبير ولا كان صغير. يعني دون استثناء. حتى لو قلتوا لهم مثلا يعني انه نحن كبار مثلا ما رح نلعب ما رح كذا، اجباري رح تدفع. هلا رجعت طلعت الشمس هيك شوي بعد ما راح المطر والغيم. في كافتيريا هون وهون.
قهوة، نسكافيه، شاي. هي طبعا مساوينا ضمن غابة، يعني كان مستأجرينها لمدة معينة بحدود الشهر، وبتجي الأولاد تلعب فيها. بيجوا ألمان، بيجوا لاجئين. طبعا هاي متنقلة، كل شهر شهرين مثلا تنتقل على غير مكان او على غير مقاطعة. ما لا غير باب واحد ما دخلوا من هون، بس انا ما بعرف ليش حاطين هدول البافلات، يعني ما سمعتهم اشتغلوا ابدا. يعني انا برأيي كتير عادية هاي الحديقة، بس مصطفى قال له بده يجي فجبناه. الاولاد الصغار بنبسطوا هالالعاب، بفرحوا، بشوفوا الوان غريبة والعاب اشكال. انا ضيعت مصطفى. واليوم انتهت جولتنا برحلة لحديقة الألعاب أنا ومصطفى. بتمنى تنال إعجابكم، والكل يشترك بالقناة ويدعم لي القناة بالتعليقات واللايكات. حياكم الله جميعا.